إليف. عزيز، ليش عم تساوي بحالك هيك؟ قلي ليش؟ لسه لهلأ ما فهمتي قديش أنا بحبك. ما بقدر أتخلى عنك أبدا. طول ما هالقلب عم ينبض ما فيني أتخلى عنك. بس أنا ما عم بقدر أقدم لك شي غير الألم. أنا أبلم بكل شي بيجيني منك، حتى لو كان الموت. لا تقول هيك عزيز لو سمحت، اوعك تجيب هالسيرة. أصبح خليكي جنبي، خلي الكل يعرفوا إنه ما رح يقدروا يفرقوا بيناتنا. ليك عزيز ما بتحمل شوفك عم تتعذب وتتوجع بسببي. هلأ بس جسمي عم يوجعني، بس إذا ما بتكوني جنبي قلبي رح يوجعني، ووقتها رح موت وانتهي. ليش ما عم تفهم؟ ما رح يسمحوا لنا نضل مع بعض. احنا مالنا مستقبل سوا عزيز، يعني لهون وبس. لو سمحت بكفي عناد. شو بساوي؟ بدك ياني خليهم يربحوا علي؟ أحيانا لازم نخسر بالأول لنربح بالنهاية. إليف انت شو عم تساوي؟ لا تعمليها، بترجاكي لا تشلحي الخاتم. إليف لا تتركيني. لو بتقلي استني 100 سنة ما بفكر بلوم، ورح أبقى استناك لآخر عمري. بس ما بقبل أبدا إني أشوفك بهي الحالة عزيز. Bize karşı kördü, bize karşı hep لا تتركيني. engel. إليف أنا بترجاكي لا تروحي. إليف استني لا تتركيني. إليف أنت لساتك مرتي، رح ضل حبك لآخر لحظة بحياتي. حتى لو بدي ضل بهذا السجن لآخر حياتي ما رح يتغير شيء، ولا رح بطل حبك. إليف يلا قولي، صرخي بأعلى صوتك، قولي أنا بحبك ومستحيل أتركك يا عزيز. بكفي بقولك، أنا بورجيك. طلبت مني إنه يرجع لك ابنك، وهي ليكني أنا رجعته إلك. من بعد اليوم ما عاد تشوفنا مع بعض. تعذبت كتير بالجاية، نحن بنوصلك على بيتك. ما في داعي، شكرا إلك. لا ما بيصير الحكي، يعني كنتي كنتنا القديمة، ومن واجبنا نوصلك على بيتك بأمان، مو هيك؟ ابني وصل الخانم على بيتها. تحت أمرك سيدي. بتعرف شو بدك تساوي؟ أكيد لا تشغل بالك. سيدي نزار، ما عم بقدر وصل لعزيز، صاير معه شي مشكلة؟ ايه، كان بده يروح يعمل بروفا لطقم العرس. ايه فهمت. بالحقيقة أنا حابب أحكي معه قبل يوم العرس، خليه يجي لعندي على الساعة 8 المساء. تحت أمرك سيدي. إذا ما عندك شغل تعال أنت كمان. ايه ما عندي شي بيجي براسي. شكرا إلك. أيوة 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 أيوة، اليوم الحظ من نصيبي. يعني هلأ أنت مفكر إنك رح تخوفني بالموت يا قدرات؟
إن شاء الله انبسطت بضيافتنا هون يا إبراهيم. ليش أنت ما بتعرف إنه كلنا ضيوف بهالحياة؟ بس الناس اللي مثلك واللي ما بيفكروا لبعيد مفكرين حالهم رح يعيشوا طول الدهر وما رح يموتوا. شو هالروح الكبيرة وشو هالروح العظيمة. حرمتك من مرتك يا إبراهيم وحرمتك من بنتك، وهلأ إجا الوقت لحتى آخذ حياتكم. طبعا الدور رح يبلش من عندك يا إبراهيم. عزيز، الطريق من هي الدخلة على اليمين. لك أخي الطريق مو من هون، طريق البيت صار ورانا. بدي انزل هون لو سمحت، ممكن توقف؟ ليش ما عم تقول شي؟ أنا بدي انزل. شو عم بتساوي؟ يلا افتح الباب. انت شو بدك مني؟ الحق علي من البداية، ما كان لازم اطلع مع واحد مثلك. يلا احكي له شوف لوين اخذني. انت شو مفكر حالك عم تعملها؟ انا ابوك يا ولد، ابوك. ما عاد في عندي اب مثلك بنوب. معناها وانا كمان ما عندي ولد مثلك. ما رح اتخلى عن إليف. شو رح تعمل؟ بدك تقتلني؟ يلا قتلني. بكفي حاجتكم بقى، انتو شو عم تعملوا؟ امي انت بعدي ولا تتدخلي. عزيز، لا تجبرني اتصرف معك بطريقة تانية. ابني لا، بترجاك. قلت لك انت لا تتدخلي. سمعتني؟ انا ما رح اتخلى عن إليف. عزيز، جلنار، انت بعدي هيك. لا بترجاكم لا تعملوا هيك. بعدي هيك. اذا انت ما عملتها انا رح اعملها. يلا قوس. نزار اسمعني، اذا بدك تقوص حدا فقوصني إلي. ما رح توصلني على البيت صح؟ عطوك الأوامر مشان تقتلني ما هيك؟ يعني لهالدرجة قتل الروح عندكم شغلة سهلة؟ بيوم الحساب كيف رح تواجه ربك؟ أنا بس عم نفذ الأوامر يا أختي، مو أكتر. أنا شو عم ساوي؟ شو عم ساوي؟ الله يلعن ويحرق الأولاد يلي بيكونوا مثلك. لا تشغل بالك، انا رح اخذ مرتي إليف ورح نروح من هون وما عاد خليكم تشوفوا وشي ابدا. إذا بتعمل هيك شيء بتكون دمرت عيلة أيدن. ليش مفكر انه بيهمني؟ عيلة ايدن ماتت، بعدي عني. ابني يا روحي. امي عم قلك بعدي عني، فوتوا لجوا انتي وابي. رح تندم كثير على عملتك هي ورح تدفع الثمن غالي، صدقني رح تندم كثير على عملتك هي. يلا اعطيني المفاتيح وهاتوا موبايلاتكم بسرعة. عزيز، لآخر مرة أنا بحذرك. ابني ابني. وانتي كمان فوتوا لجوا. رح تترجاني لتقعد على طاولة كتب الكتاب؟ رح تعمل هيك كرمال إليف؟ إيه يلا فوت. مستحيل خليكم تجتمعوا مع بعض، عم تفهمني؟ يلا فوت لجوا وحاجتك حكي فاضي. انت عم تغلط يا عزيز.